تعال ادخل كليه هندسه كده اللي هي اصعب كليه هندسه على مستوى الجمهوريه، كليه هندسه جامعه المنصوره. اقسم بالله العظيم طالب التعليم الفني اللي جاي من معهد فني تقديراته امتيازات، وجنبه طالب ثانويه عامه وحياه ربنا معدي بملاحق. اقسم بالله العظيم انا في واحد صاحب ربنا يحميه يا رب وحياة ربنا بنبقى قاعدين مع بعض في الكورس، هو تعليم فني، اقسم بالله بيعدل على المعيد اللي متخرج من ثانويه عامه اللي كمان اتعين معيد في كليه هندسه، اقسم بالله بيعدل عليه. يعني انا والله العظيم ما بقتش فاهم حرفيا النظام في المعاهد الفنيه بقى ماشي ازاي دلوقتي. يعني لما تلاقي بعض المعاهد النتيجه اللي فيها بتاعت سنه تانية تتغير، وبعض من الطلبه النتيجه بتاعتهم تتغير، يعني تلاقي واحد كان جايب جيد وفجاه بقى نفسه جايب جيد جدا، واحد جايب جيد جدا فجاه يلاقي نفسه جايب امتياز، وبعض نتائج الطلبه تتغير. فانا بصراحه ده مش داخل دماغي، في حاجه غلط بتحصل جوه. مش عارف هل مثلا ممكن يكون في حد له سلطه كبيره تبع الطلبه اللي النتيجه بتاعتهم اتغيرت ديت، مش عارف علشان ما اظلمش حد، ولكن اشمعنى السنه دي بالتحديد اللي النتيجه تنزل وفي بعض المعاهد النتيجه تتغير والنتيجه تتبدل والنتيجه تتغير لبعض من الطلبه؟ ومش بس يعني المفروض ان هي حتى لو هتتبدل تتبدل مثلا قبل ما تنزل، لا ده قعدت فتره وبعد كده اتبدلت، والطالب اللي كان جايب تقدير قليل فجاه اترفع، وفي ناس كانت شايله وساقطه وراسبه وفجاه النتيجه بتاعتهم طلعت تمام. فانا مش عارف ايه اللي بيدور جوه بصراحه. الواحد بدأ يتعقد نفسيا. انا واحد اصلا يعني اتخرجت من 2019 من المعهد، ولكن لما بشوف الحركات ديت جوه في المعهد انا بتعقد نفسيا، بتعقد علشان كمية الطلبة اللي نفسها تبقى حاجة كويسة جوه في المعهد بتشوف ده بعينيها، وده بيأثر عليهم وبيأثر على أهليهم. يعني أنا بس عندي سؤال واحد، حضراتكم لو حابين إن انتوا تعقدوا أهالي الشباب ديت وتعقدوا الطلبة اللي بتعافر وبتموت نفسها وبتنفخ نفسها في المذاكرة وبيجتهدوا وكمان بيجيبوا تقديرات، لو انتوا حابين إن انتوا تعقدوهم يا ريت إن انتوا تلغوا التعليم الفني أصلا. الغوا التعليم الفني والغوا المعاهد الفنية، ومش ناقصين وجع دماغ، احنا فينا اللي مكفينا. مش ناقص انا طالب اقعد اذاكر طول السنه واجي اجيب تقدير 98 وفي الاخر ملحقش كليه هندسه. طب انا ليه اصلا دخلت المعهد من الاول؟ ليه اصلا دخلت دبلوم من الاول؟ ولما اجي ادخل معهد اللي بتفتح لي فرصة تانية علشان اكمل كلية هندسة واموت نفسي واتغرب عن اهلي سنتين واجيب التقدير بعد معاناة وبعد ضغط نفسي وضغط عصبي وكمية الانتقادات اللي انا بواجهها على مدار الخمس سنين من حياتي، 3 سنين دبلوم وسنتين معهد، وفي الاخر اجيب تقدير اهو والاقي نفسي واقف على درجتين 3 وملحقش كلية هندسة. طب وليه اصلا اللفة الكبيرة ديت من حياتي انا ما استفدتش منها باي حاجة؟ لو حضراتكم شايفين ان انتم حابين تعقدونا يا ريت ان انتوا تنزلوا قرار ان انتوا تلغوا الموضوع ده تماما وتلغوا التعليم الفني من حياتكم ومن حياتنا، ونركز بقى على بتوع ثانوية عامة. وعلى الاقل الطالب لما يتخرج من 3 اعدادي يبقى قدامه طريق واحد، ثانوية عامة، يشتغل على نفسه في ثانويه عامه، يجتهد، حتى ان ما جابش تقدير والله العظيم بيدخل وبيتراضى والدنيا بتتزق معاه والدنيا بتبقى بالنسبه له حلاوه جوه والكوسه معاه، والناس كلها بتبقى بصاله على ان هو النجم المتلمع اللي مفيش حد زيه. انما تيجي تبص عليا انا كطالب تعليم فني اللي اصلا اهلي نفسهم يتشرفوا بيا كده من كميه الشتايم اللي كنت بتعرض لها والانتقادات اللي اخدتها من اهلي ومن اقرب الناس ليا، اللي انت فشلت وضيعت مستقبلك. اهلي اللي نفسهم يشوفوني كده رافع راسي وسط الناس، انتم حضراتكم بتيجوا تمحوا كل ده في لحظة، بتمحوا كل ده في لحظة علشان الماني، علشان ان انت حضرتك تنزل لي كلية تكنولوجية اروح ادفع فيها فلوس وانا ما عنديش القدرة ان انا ادفع فيها فلوس، وممكن اصلا يوصل بينا المرحلة ان احنا نتدين للناس علشان بس ابويا يشوف ابنه فخور بيه ويشوف ابنه ناجح في حياته لمجرد ان حضراتكم بتبصوا على الماديات. يعني انا عايز افهم بس حاجة، انت حضرتك كنت بتدخل كلية هندسة من 93.5 في يوم من الايام، اللي هو اصلا كلية هندسة معتمدة على طالب التعليم الفني، مش معتمدة اصلا على طالب ثانوية عامة. كلية هندسة الكلية العملية اللي طالب الدبلوم بالمناسبة
بيدرس الرسم الفني وبيدرس كل المواد العملية اللي بياخدها في الدبلوم بتفيده في الكلية اكتر من طالب ثانوية عامة. انا من رأيي ان طالب التعليم الفني له الاولوية اصلا انه يدخل كلية هندسة عن الطالب بتاع ثانوية عامة، ولكن لا يا باشا، انت عايش في منظومة بتبص على طالب ثانوية عامة ان ده مفيش زيه، وان اي اب واي ام عندهم ابن في ثانوية عامة محدش يكلمنا، احنا هنمشي نتنطط على خلق الله، احنا ابننا في ثانوية عامة، السنة ده اخر سنة لابننا. وتحس ان هم ماشيين كده مش طايقين حد، تحس ان هم ماشيين كده متنجمين في نفسهم قوي، مع ان اقسم بالله العظيم دماغ الطالب بتاع التعليم الفني اقسم بالله بتفوق بمراحل دماغ اي واحد في ثانوية عامة. والدليل على كلامي ده اقعد جنب اتنين، واحد كان دبلوم صنايع وواحد كان ثانوية عامة، هتلاقي بتاع الدبلوم الصنايع ده فاهم الدنيا اكتر من بتاع ثانوية عامة. فانا مش فاهم احنا كتعليم فني الطريق بتاعنا هيبقى نهايته ايه. انا نفسي دلوقتي حرفيا ما بقتش عارف اتكلم مع حد، ما بقتش عارف انصح حد. كان زمان كنت بقول ادخل المعهد الفني واجتهد فيه وهتجيب منه تقدير، والمعهد الفني سهل جدا، وادخل دبلوم، ده الدبلوم اسهل من ثانويه عامه ومش عارف ايه. دلوقتي انا حاسس ان لا يا ابني، انت بتضيع نفسك كده. اللي بيحصل ده انت كده بتضيع نفسك. انت لو اخدت الاعداديه وقعدت اشتغلت على نفسك في اي مجال تاني في خلال ال5 سنين اللي المفروض كنت هتاخدهم 3 دبلوم و2 معهد، انت حرفيا في ال5 سنين دول لو طلعت اشتغلت سباك، بعد 5 سنين هيبقى عندك شركة سباكة، هتبقى بتصرف على نفسك، وطلعت اشتغلت بره وسافرت واتجوزت وبنيت نفسك وبنيت حياتك. ده انا بديلك مثال. انما فكرة ان انا ادخل 5 سنين وفي الاخر بجري على كلية كمان 5 سنين 10 سنين، ويا ريتني اصلا هجيبها، ويا ريتني اصلا بجيبها. انا مش عارف، يا ريت ان انتوا راعوا الطلبة ديت، لان اقسم بالله الطلبة دي بتتعب واهاليهم بيتعبوا. والطالب اللي بيبقى داخل بيبقى عنده حلم وعنده طموح وعنده هدف. الطالب اللي بيبقى داخل ده مش داخل يهزر. الطالب اللي بيجيب فوق 90% ده طالب اجتهد وتعب وما يقلش اهمية عن طالب ثانوية عامة. اذا كان طالب ثانوية عامة بيدخل كلية هندسة من 85% ومن 80%، وحضرتك تروح تحط لي طالب الدبلوم من 98%، ليه؟ ان شاء الله تعال ادخل كلية هندسة كده اللي هي اصعب كلية هندسة على مستوى الجمهورية، كلية هندسة جامعة المنصورة. اقسم بالله العظيم طالب التعليم الفني اللي جاي من معهد فني تقديراته امتيازات، وجنبه طالب ثانوية عامة وحياة ربنا معدي بملاحق. اقسم بالله العظيم انا في واحد صاحب ربنا يحميه يا رب، وحياة ربنا بنبقى قاعدين مع بعض في الكورس، هو تعليم فني، اقسم بالله بيعدل على المعيد اللي متخرج من ثانوية عامة اللي كمان اتعين معيد في كلية هندسة، اقسم بالله بيعدل عليه. انا مش فاهم حضراتكم ماشيين ازاي في النظام ده. فانا علشان ما اقعدش اناحي بقى كتير واتكلم كتير، انا عايزك ان انت الفتره ديت ما تركزش خالص مع النتيجه، ما تركزش خالص مع التنسيق، ما تركزش خالص مع اي حاجه. انا كلامي دوت بقوله لك من القلب. وانت دلوقتي اللي ربنا اختاره لك هو احسن اختيار، والاختيار اللي ربنا هيجيبه لك هو افضل اختيار بالنسبه لك. ولكن ما تركزش مع اي احداث من اللي بتحصل الفتره ديت، وركز بس على ان انت تتبسط في الاجازه، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك في التنسيق. اشوفك ان شاء الله على خير في فيديو جاي يا صديقي العزيز. سلام.